بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة والسيدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم بتحياتي وسلامي وتمنياتي القلبية لكم ولمصر والوطن العربي الكبير بأرق التمنيات القلبية بالخير والبركة والستر والصحة. ويسعدني في فندق يونيون بشارع سعد زغلول في محطة الرمل بمدينة الإسكندرية أن أتكلم اليوم عن موضوع الحياة وكيفية العيش فيها في آخر الزمان. إن الحياة وكيفية العيش فيها في آخر الزمان لهي من الأشياء المهمة والمطلوبة، والسعي الحثيث نحو العيش في هذه الحياة ومعيشتها لن يكون أبدا، وسيظل بعون الله تعالى بالله عز وجل أن نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم. نعم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم. إن الحياة التي يحياها الإنسان يسعى إلى أن يملك كل شيء، ويملك مقدراته ومقدرات الآخرين، ويملك مقدرات الآخرين. هذا خطأ فادح وكارثي، لأن في هذا العصر من يحاول أن يملك مقدرات الآخرين فهو مخطئ خطأ شديد، ولن يملك مقدرات الآخرين أبدا إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن ملكية مقدرات الآخرين هذا شيء صعب أن يملكه الإنسان في أي مكان كان وسيكون. فمثلا الذين يملكون مقدرات الآخرين في الوطن العربي والعالم معروفون. لماذا؟ لأنهم يريدون سيطرة واحتكار وجبروت وهيمنة لا يملكها إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. إن الله هو الجبار وهو كل شيء. أما الذين يعملون على ذلك ويسعون إليه في العالم منذ بداية الألفية الثانية، أي في عام 2000، تحت بند ماذا؟ تحت بند الاستزادة من هذا العصر عفوا الاستزادة من هيمنتهم والسيطرة على العالم. هذا واضح جليا من القوى العظمى. ومن هي القوى العظمى؟ القوى العظمى دولة الولايات المتحدة الأمريكية والناتو مستلم فيه وكذلك دولة روسيا والدول المتجددة التي سيطرت اقتصاديا كدولة الصين، وعسكريا الآن كوريا الشمالية وأمريكا وروسيا ودول الناتو وجميع الدول التي امتلكت أموالا وأسلحة وعتادا. كل هذا نراه واضح جليا في هذا العصر بشكل صعب وقاس على النفس فعلا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحيون في هذه الدنيا كيفما يشاءون، كيفما يريدون، على حساب الناس من شعوب وكافة مخلوقات الأرض. يريدون أن يملكونها. ومن هو الملك؟ الله عز وجل. إنه الملك، لا ملك إلا الله. ولكن ألم يتعظون من
نزول كورونا عام 2019 والآن نحن في عام 2023؟ لا، لم يتعظوا. لماذا؟ لأنهم كانوا عندما بدأ نزول كورونا يبكون ويحزنون ويخافون ويسعون إلى ماذا؟ إلى النجاة والشفاء من كورونا. فهل يا ترى حمدوا الله عندما قلت أعداد كورونا بعد 3 سنوات من التعب حول العالم وموت الملايين الذي يقارب 3 ملايين متوفي في كورونا منذ عام 2019 حتى الآن؟ هذا إجماليا من الرجال والنساء والأطفال. نعم، هذا حدث، وكان ذلك حدث أن أشهرها في دولة إيطاليا، حيث أن الناس قاموا بإلقاء الأموال في الأرض والدعاء إلى الله وهم ليسوا مسلمون، ويرفعون أيديهم إلى الله عز وجل ويبكون ولا يدعون الله عز وجل، ولكن ينظرون إلى السماء ويبكون ويصرخون أن منحهم الله الشفاء. ثم جاءت بعد ذلك اللقاحات. ماذا فعلت اللقاحات؟ إن اللقاحات وقتما قررتها منظمة الصحة العالمية كان ذلك شيئا مفيدا وأمل البشرية، ولكن ما لبث أن تدريجيا انقشع خطر ماذا؟ كورونا، الذي جاء بعد ذلك الحرب في أوكرانيا وضرب روسيا لأوكرانيا تحت حجة أسلحة بيولوجية صنعتها أمريكا داخل أوكرانيا لقتل النوع الروسي. فثأرت روسيا بدخول أوكرانيا ضربا من أسلحة الفتاكة حتى هجرت شعب أوكرانيا. وكذلك إسرائيل أخذت تواصل على ضرب الفلسطينيين وتهويد القدس الشريف والمسجد الأقصى لنتنياهو الذي أطاح بالفلسطينيين وما زال يطيح. واستمر العداء بين أوكرانيا وروسيا منذ يناير 2021 حتى الآن 5 أي مايو 2023، وهم يتحرشون ببعضهم البعض ويضربون بعضهم البعض، والأمر يستزيد ذلك، وتتجه أمريكا إلى تخفيض الدولار عندها بنسبة 1%، حتى أصبح هناك إغراقا في جمهورية مصر العربية وسقوط الجنيه المصري، وكذلك اهتزاز الاقتصاد المصري اهتزازا شديدا بسبب القروض منذ عام 2013 وقت رحيل مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي الذي أراد أن يفعل ما هو يريده خيرا للبلاد لجمهورية مصر العربية. وها هنا نرى ماذا سيحدث وسيحدث في المستقبل: ارتفاع الديون الكثيرة، وكذلك انتشار الحرب في السودان بفتنة أقامها محمد بن زايد بن حميدتي وبرهان، ويحاول تضميد الجراح من محمد بن سلمان ملك السعودية في جدة. وها هو في جدة قمة العربية نراها تعود سوريا إلى البيت العربي، برغم أنها قيادتها بشار الأسد قام بقتل الشعب السوري وتشريده في مفاجأة سيئة وقاسية على الشعب العربي كله الذي أصبح غثاء. لماذا؟ هائم على وجهه. لماذا؟ لأنه للأسف الشديد وصل إلى أنه حب الدنيا كراهية الموت. إذا نصل في محصلة نهائية، وفي نهاية حديثنا نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، إن الحديث الذي نقوم به من مدينة الإسكندرية في يوم 19 من مايو عام 2023 له يوم تاريخي بالنسبة للعادة المظلوم محلنا وتصميم المعلومات مدير إدارة وزارة السياحة والآثار المصرية، وأسعد بكم وأسعد بكل شيء لكم، والله يوصلنا إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين والعرب.
ونجزيك يا رب العالمين. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.